نواصل باريس مباشر ونتوقف الآن مع جولة اقتصادية مع ثمين الخيطان. مساء الخير ثمين. إذن هذه الوقفة الاقتصادية سنتناول فيها تداعيات مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب الهندي لأهداف طبية وصناعية. الجدل في نفس الوقت يستمر داخل الحزب الإسلامي الحاكم، بينما آلاف مزارعي القنب الهندي المغاربة يتطلعون إلى الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال هذا القانون. وطبعا تعلمين كوزيت أن المغرب يعتبر أول منتج في العالم لمخدر الحشيش الذي يصنع باستخدام أوراق نبتة القنب الهندي. زراعة هذه النبتة ممنوعة في القانون المغربي منذ عام 1954، لكن السلطات المغربية تفكر منذ عدة سنوات في الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق عبر تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية. من أهداف مشروع القانون إذن استغلال المساحة المتاحة في السوق العالمية عبر التصدير، إذ تتوقع الرباط نمو الطلب عالميا ب30% وبضعف ذلك في السوق الأوروبية خلال السنوات المقبلة. هناك أيضا استقطاب شركات دولية سيكون بإمكانها خلق وظائف، فضلا عن تحسين دخل المزارعين المغاربة في وجه شبكات التهريب العالمية. فالمهربون اليوم يتمتعون بنصيب الأسد من الدخل الآتي عبر بيع الحشيش. وقبل أن ندخل ثمين أكثر في تفاصيل المشروع، لننظر إلى مناطق زراعة القنب الهندي في المغرب. بطبيعة الحال كوزيت لا يمكن أن نعرف مناطق زراعة النبتة المخدرة بشكل تفصيلي لأنها نشاط محظور اليوم، لكن المعروف أن القنب الهندي الملقب بالذهب الأخضر يزرع في شمال المملكة، وقبل نحو سنتين كانت المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب تصل إلى نحو 55 ألف هكتار حسب وكالة الأنباء الرسمية. مناطق زراعته تشمل الحسيمة وما حولها ومنطقة كتامة وإقليم شفشاون. تلك المناطق التي نراها إذن على الشاشة من المتوقع أن تكون مشمولة بالتعليمات المصاحبة للنص القانوني الجديد إن وافق عليه البرلمان. وماذا عن كميات الإنتاج وأعداد المغاربة الذين يعتمدون على هذه الزراعة؟ كميات الإنتاج هي الأخرى ليست معروفة بشكل محدد بسبب الحظر القانوني، لكن المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود قدرت العام الماضي إنتاج المغرب من القنب الهندي ب700 طن، قيمتها الإجمالية زهاء 23 مليار دولار. هذه الزراعة تعيل من 80 ألفا إلى 120 ألف أسرة مغربية، تصلها فقط 4% من المبالغ التي تدفع لشراء مخدر الحشيش، والباقي يذهب طبعا للمهربين. الحكومة المغربية تتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 12% مع تشريع زراعة القنب الهندي. وتنقل الوكالة الرسمية للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن الرباط تأمل في خلق مزيد من الوظائف ووضع حد لمناخ من الخوف من الملحقات القضائية ومكافحة ظاهرة تهرب الأطفال من المدارس في تلك المناطق. وكيف تنوي الرباط تنظيم الزراعة القانونية للقنب الهندي؟ الحكومة المغربية أعلنت عن إنشاء وكالة متخصصة تمنح التراخيص للمزارعين وتحدد المناطق التي تسمح فيها زراعة القنب الهندي. تراقب الوكالة احترام مستوى المواد المخدرة في المنتجات، وتكون الزراعة في حدود الكميات الضرورية للأهداف الطبية والصناعية حسب مشروع القانون. لنستمع إلى الوزير سعيد أمزازي المتحدث باسم الحكومة المغربية. خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.